المنافسة تشتعل والمعركة تبدأ قريبا. رمضان 2026 لن يكون عاديا. في هذا الفيديو نكشف لكم أقوى صراع درامي في تاريخ اليمن بين عمالقة الشاشة، فمن سيتوج ملكا لرمضان 2026؟ مسلسلات رمضان الأقوى يمنيا. مسلسل دروب المرجلة الجزء الثالث. نبدأ بالحديث عن الأبرز، دروب المرجلة 3، والذي سيتم عرضه على قناة السعيدة بعد أن كان الأول في المواسم السابقة والأعلى مشاهدة. المنافسة تقترب بين مسلسل دروب المرجلة ومسلسل الضيعة. مفاجأة الموسم، وعلى الجهة المقابلة على قناة المهرية تدخل المنافسة وبقوة مع مسلسل الضيعة. إذن مسلسلين من أبرز وأضخم المسلسلات اليمنية التي سنشاهدها رمضان 2026، بالإضافة إلى مسلسل ملوك اليمن والذي سيتم إعلانه عبر قناة يمن شباب. إذن برامج قوية ينتظرها عشاق مسلسلات الدراما اليمنية. فمن سيعتلي صدارة الترتيب في اليمن للموسم الحالي؟ من يتوج ملكا لرمضان 2026؟ اتركوا لنا توقعاتكم في التعليقات. دروب المرجلة وكما عهدناه في السابقة كان الأول من بين المسلسلات، أبرز نجومه صلاح الوافي، أشواق علي، زيدون العبيدي، وأيضا صالح العولقي. إخراج وليد العلفي. هل يحافظ على النجاح الأسطوري الذي حققه في الموسمين السابقين، أم يطيح به مسلسل الضيعة الذي يعرض على قناة المهرية؟ ومن أبرز أبطاله الفنان الكوميدي محمد قحطان، عبد الله يحيى إبراهيم، وبكار باشراحيل، وغيرهم الكثير من نجوم الدراما اليمنية. صراع نفسي، شجاعة، اندفاع، ومعادلة درامية مختلفة تماما عما اعتدناه. مسلسل ملوك اليمن، المسلسل التاريخي الذي سيتم عرضه على قناة يمن شباب. ومن أبرز نجوم المسلسل نبيل الآنسي، وحسن الجماعي، وماني الذماري، وغيرهم الكثير من نجوم الدراما اليمنية والسورية. فمن يسيطر على الشاشة هذا العام؟ هل يحافظ دروب المرجلة على المركز الأول، أم أن الضيعة سيسحب البساط ويقلب الموازين، أم أن لملوك اليمن كلام آخر ولصوص الأمارة يدخل على الخط ويسحب البساط؟ توقعاتكم في التعليقات، وانتظرونا بفيديوهات قادمة إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله.